عاوزاك تنسى تشات جي بي تي خالص، لان احنا النهارده هنركز على الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل وهنخليه المساعد الشخصي بتاعك على الموبايل. وده لانه بيقدر يعمل حاجات كتير جدا، زي انه بيتكلم عربي كويس جدا، او يغني لك يا أمي يا نور عيني، يا حب قلبي وروحي أنت ملاكي الحارس، او حتى يلخص لك حاجات انت مش فاهمها، يكتب لك مواعيدك ومذكراتك وكمان يفكرك بيها. والاهم من ده كله انك تقدر تربطه بكل الحاجات او الخدمات اللي بتقدمها لك جوجل في نفس الوقت. وبالشكل ده هيوفر عليك وقت كبير جدا وفلوس كتير ممكن تدفعها في اي برامج ذكاء اصطناعي تانية. فتعالى اقول لك ازاي تدخل الذكاء الاصطناعي مع مساعد جوجل الشخصي على موبايلك. اول حاجه لازم تتاكد ان المساعد الصوتي بتاعك من جوجل، ودي سهله جدا وهقول لك تعملها ازاي. اول حاجه تدخل على الاعدادات، وبعدين هتدخل على التطبيقات. هتلاقي في حاجه عندك اسمها التطبيقات الافتراضيه، ادخل عليها. هتلاقي في حاجه عندك اسمها المساعد الرقمي، ادخل عليه واختار المساعد الرقمي بتاعك يكون جوجل. دلوقتي ظبطنا الحكايه دي، كل اللي عليك دلوقتي تفتح جوجل بلاي وتبحث عن جيميناي وتحمله عندك على الموبايل. وبعد ما تحمله وتشغل التطبيق هيبدا يطلب منك انك تسمح له بالاندماج مع المساعد الصوتي بتاع جوجل عشان يخلي الموضوع بالنسبه لك اسهل واسرع بكتير. بقى دلوقتي عندك مساعد جوجل ولكن بالذكاء الاصطناعي، تقدر تكلمه سواء بالصوت او بالكتابه او حتى تصور له حاجه وتقول له ان هو يشرحها لك ويقول لك ايه دي. وصف المشهد في الصورة: شاشة كمبيوتر فوق مكتب، تظهر الصورة شاشة كمبيوتر موضوعة على مكتب. شاشة الكمبيوتر كبيرة الحجم ومستطيلة الشكل ولونها أسود. جرب كده وقول لي ايه الاخبار، وطبعا ما تنساش تتابعني عشان يوصلك كل جديد. انا ايمان محمد والسلام عليكم.